السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحياتي لكم جميعا. نتمنى الله تكونوا بخير وعلى خير بصحة جيدة. الصحة هي المهم، تاج فوق الراس كيف ما كنقولوا. ولكن هذه المعلومة راها صحيحة مليون في المية. إلا ما تهليناش في راسنا وتبعنا الأكل الصحي، راه يعني هذاك التاج كيطيح وكيتهرس وما كيبقاش. يعني كنوليو والله يحضر السلامة دايرين العكاكز، حيت هذاك التاج ما احتفظناش عليه. وهنا راه انا كنشارك معكم هاد اليوميات، يعني ذهابنا الى المستشفى دائما باش كنهضروا دائما على الصحة وعلى الاكل الصحي لهذا الولد اللي مريض بالسكري. الاخطاء كان كيعملها وحتى حنا ما، ولو اننا يعني تابعين الحمية الصحية، ولكن غير كيجي آخر الأسبوع كيكون الولد كيخرج يعني خرجات بعض الأحيان، فكياكل الماكلة ديال الزنقة وهي اللي خرجت عليه، وهي اللي وصلتنا لهاد الأوضاع اللي كنشاركهم معكم اليوم. إن شاء الله غادي نشارك معكم ملي مشينا للطبيب السكري باش نشوفوا يعني السكر، قياس السكر فين وصل والخزان فين وصل، ولقاو السكر التراكمي اللي هو كنديروه على كل 3 أشهر. ودابا الفيديو اللي قبل كنت شاركت معكم يعني السكانير التلفازة كما كنقولوا أو الفوتوغراف اللي درنا ليه الكرش ديال ريان بعد ما لقينا ليه الأمعاء ديالو والكبد والمصران الغليظ كلشي منفوخ، يعني عنده سيغشارج، يعني الماكلة متراكمة بزاف عنده في الكرش ديالو، فعطاتو انتفاخ، وهداك الانتفاخ أثر بزاف على الكبدة. يعني الكبدة راها تقاست شوية، يعني خاص هادوك الأمعاء والمصران الغليظ يتفش، يعني نخرجوا منه هذاك التراكمات ديال الأكل كامل باش نشوفوا هذيك الكبدة إلا غادي تفش راه غير الانتفاخ ديال المصران، وإلا ما تفشاتش بقات منفوخة راه كاين مرض آخر. هذا هو الإشكال. وقبل شاركت معكم الروتين ديال يعني الخميس والسبت. السبت اللي درنا ليه نهار كامل فيدونج ديال الكرش، يعني أو المصران الغليظ بالأخص لأن كان منفوخ بزاف. تقريبا 4 سوايع ديال ساعة كيشرب فيها الماء، وساعة كيرتاح، والساعة الموالية كيدخلوه للسكانير باش كيشوفوا هذاك المصران الغليظ فين وصل وفين وصلت الحالة ديالو، واش خرجوا كاع هذوك الغازات والانتفاخات والتراكمات كاملين مع هذاك الماء. شرف الله قدركم. فمن بعد ما كملنا هذيك الحصة ديال انا دابا قلت لكم غير ديال السبت، خليت الحصص الاخرين حيت داكشي طويل بزاف. كنشارك معكم هاد المعاناة هادو باش الناس اللي انا ولد صغير عنده 13 عام وهذه 5 سنين باش تقاس بالسكر، ودابا وصلنا لحالة اخرى. يعني انسان يرد بالو لوليداتو بزاف، ونردوا البال لهذوك الاكلات ديال السلقة، راه ما فيهم حتى منفعة، ما فيهم والو، ما فيهمش يعني الدراري ما عارفينش العواقب ديال هادوك الاكلات. هما كيشهيو الماركتين ويعني والتصاور اللي كيشوفوه في التليفونات وفي التلفازة والاشعارات، ولكن داكشي كيخرب الذات. كيدور عام الى اكثر، ولا ندخلو في العام الثاني وكيعطينا مضاعفات في بعض الاعضاء ديال الجسم اللي كنعانيو منه من بعد. فلا ما كاينلاش نتعاطاو لهداك الاكل ديال الزنقة مرة نخرجوا الوليدات ماشي مشكل، مرة في الشهرين، مرة في 3 شهور، ماشي كل أسبوع، ماشي كل نهار ممنوع، ولكن كل أسبوع حتى هو ممنوع. ممكن مرة في الشهرين في 60 يوم ممكن نخرجوا الدري ونعطيو بعض الحوايج اللي ما غاديش تضرو، واللي تكون غير بكمية قليلة جدا. الكمية القليلة هي المهمة. غادي نكملوا المناقشة في هذا الموضوع هذا، لأنني خاصني ندير لايف باش نكمل معكم هذه المعاناة هذو، ونشرح لكم الأكلات اللي هما السبب في مضاعفة
كثيرة بزاف في هذا المرض اللي وصلنا ليه. غنعطيهم لكم بالتفصيل باش تجنبوهم، لانهم هما اللي عطاونا هاد المضاعفات. هادوك الاكلات بالذات ديال الزنقه وغادي نحسبهم لكم برؤوس الاصابع باش تعرفوا مزيان مزيان اللي خرج ولده ولا بنته الاطفال ديالو ما يعطيهمش ولا يموتوا بالجوع. هذاك الشيء كامل ديال الزنقه. هنايا ملي خرجنا من عند الطبيب جيت للدار، درت هاد السلطه هذه الطازجه اللي خصنا نعلموا وليداتنا ياكلوا الحوايج والخضروات الطازجين. هذاك الكرنب او الملفوف خلطته بجبن او بيرلي او اي ضرور بغيتي ولو يكون حلو. الدري اللي ما عنده السكر، انا حيت عنده سكر درت غير هذا الجبن هذا بدون سكر، خلطته مع هاد الملفوف وعطيته كسلطه ولا كحلوه صغيره بنينه خطيره جدا، تاكلي منها غير بعض المعالق وغتشبعي. لانه خاصنا نعطيو شلاضه تكون صحيه وكتشبعو نصف الشبع عاد ياكل الطبق الرئيسي. فهنا هاد الملفوف هذا جا معلك. صدقيني سيدتي جربي بهاد الطريقه اللي درتولك ساهل ماهل. وغادي ونزيدك معلومه، هاد الملفوف هذا هي السلطه اللي كتكون مع الكنتاكي اللي كيتباع على برا، وهما كيزيدوا فيه جزره باش كيبينوا هذاك اللون ديالو. انا ما كانش عندي الجزر او خيزو، حتى هو كتهرمشيه مزيان في الهشوار. انا درتو غير بهذاك القطاع ديال القزبر، جا غزال ما شاء الله. ملي غتجربيه غتعرفيني علاش كندوي. وهنايا ملي عطيتو هذيك السلطه دزت انا قطعت حبه ديال الباذنجان والطماطم والليمون هذاك المصبر، يعني راه معروف، يعني هو اللي كنخدم به دائما. كان هو الماء ديالي ما كنديرش الماء نهائيا. 2 معالق تاع زيت الزيتون والكمون. وهنايا ملي كطيب نصف طيبه كندير الحوت من الفوق غير كيتبخر. هذه طريقتي في طهي السماء. 10 دقائق صافي وكنكمل ولحت هذوك الطماطم السوري الصغار. ومن بعد غادي نزيد معلقه اخرى ديال زيت الزيتون، وغادي نعصر كميه قليله ديال الحامض الخضر. وصافي هاد الطبق وجد. تقريبا ربع ساعة كيوجد هاد الطبق هذا، يعني دغيا دغيا. هنايا راني قدمت حطيت ليه الماكلة باش ياكل. وغادي نشارك معك حتى مشروب اللي خاص اللي عنده السكر. الماء هنا ماء معدني عادي جدا ولا الماء ديال روبيني. غادي نشدو كاس كبير وغادي نعصرو فيه نصف حامضة تقريبا في هذاك الكاس الكبير اللي غادي نرافقوه مع هاد الأكلة. هذه معلومة جد جد مهمة لأصحاب السكري. ملي عنده الخبز في الوجبة ديالو خاصنو تحطي معاه هاد الكاس هذا فيه هذاك الليمون ولا قطرة ديال الحامض. هو كياكل هو كيدوز حيت الناس كاينين ناس بزاف فيهم قاعدة ديال كيدوزوا بالمناضة، كيدوز بالماء، كيدوز بأتاي. ولكن أحسن طريقة وأحسن مشروب هو الماء مع الحامض. ما كيخليش السكر يدوز في الدم، او النشويات ما كيدوزوش بالنسبه 100%، كيدوز غير شويه وهو كيهرس هادوك النشويات الا كليناهم كتير. بالاخص هنا كيف ما شفتوا هذه سلطه درت غير 4 البطاطا راهم غير صغار غير في الكاميرا بانوا كبار، مع خبزة ديال 100 غرام كافية باش اللي عنده السكر. وهاد الحوتة هادي بالصلصة ديالها كافية باش يعني يشبع الإنسان في هاد الوجبة ديال الغدا. هاد الخبزة هادي ديال الشعير وفارينة فيها 100 غرام فقط. ومع هذاك المشروب راه هذاك المشروب كيخلي النشويات، يعني عندي البطاطا وعندي الخبز خاص هادوك النشويات ديالو ما يمشيوش كاملين للسكر، ما يمشيوش للدم. النسبة ديالهم تكون قليلة باش ما يطلعش لنا السكر من بعد الأكل. وكان هذا هو الفيديو ديال اليوم، وهادو هما النصائح أو بعض الوصفات اللي كنشاركها معكم يوميا في هاد الروتينات ديال الناس اللي عندهم السكري والناس اللي خاصهم
ياخدوا بعين الاعتبار هاد الوصفات، وهاد بالأخص هاد السلطات الطازجة. السلطات الطازجة مهمة جدًا، بحال الخيزو والبابا ما خاصهمش يطيبوا، خاصهم يتكالوا بهاد الطريقة هادي اللي شاركتكم اليوم بها. نتمنى الله يعجبكم هاد الفيديو، بارطاجيو فيديوهاتي ديال أصحاب السكري مع الأهل والأصحاب لتعم الفائدة، وشكرا لكم على المشاهدة.